وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله المنفرد بالبقاء الحاكم على سواه بالفناء المختص بالإحاطة والإحصاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بالحنفية الغراء وعلى آله وصحبه أنجم الاقتداء وحافظ الشريعة بعضهم مصابيح الاقتداء ما كر ظلام بالليل وبالنهار ضياء. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة بعنوان الأدب العربي في إفريقيا جنوب الصحراء، وتناولنا في الحلقات التي سبقت حضور اللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء، وحضور اللغة العربية في التعليم الأهلي والتعليم الحكومي. واليوم نتناول الأدب العربي. ما هي العوامل التي نشرت هذا الأدب العربي وأبغته قويا في إفريقيا بلاد الصحراء جنوب الصحراء؟ فعند نهاية القرن التاسع الميلادي كانت هنالك الفتوح الإسلامية قد استكملت نشاطها في بلدان إفريقيا الشمالية بعد ما دخل الإسلام مصر على يد صحابي جليل عمرو بن العاص. انتشر الإسلام إلى شمال أفريقيا، ثم سرعان ما أخذ الإسلام يتسلل ويتدفق نحو النطاق الصحراوي. وبفعل الحيوية المتعاظمة للتجارة على ضفتي المجال الأخير إبان القرن العاشر الميلادي انتقل الإسلام إلى منطقة الساحل لإفريقيا، وتدريجا أضحى يشكل الديانة الغالبة في الفضاءات ثلاث: الشمال وجنوب الصحراء وشرق إفريقيا. عند نهاية القرن الثالث عشر الميلادي بلاد المغرب وبلاد الصحراء وبلاد السودان. وغني عن البيان أن الاعتقاد في مثل هذا التصور الذي يجعل من تدفق التأثيرات الإسلامية بمثابة موجات متتالية في اتجاه عمودي من نطاق لآخر هو بمثابة محاولة لتيسير الأخذ، ليس إلا علما أن هنالك تفاوتا مجاليا وزمانيا كما الحال مع منطقة بحيرات تشاد مقارنة مع الصحراء الأطلنطية أو ما بات يعرف لاحقا ببلاد الشنقيط أي موريتانيا. ومن العوامل التي نشرت الإسلام والثقافة الإسلامية والأدب العربي الهجرات العربية إلى إفريقيا وأثرها في نشر الثقافة العربية والإسلامية. إن موضوع تناول الهجرات العربية إلى إفريقيا وأثرها في نشر الثقافة العربية الإسلامية ليس تغنيا بالماضي التليد، بل إننا نعرض ذلك الترابط والتآخي الوثيق بين سكان المنطقة العربية والقارة الأفريقية. حينما دخل المسلمون القارة الأفريقية تمازجوا وتساهلوا مع أهلها، وكان لهم دور كبير في نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية، وهذا بدوره الذي توج بدخول الإسلام واعتناق الأفارقة له وجعله نهجا لحياتهم، وتنورت عقولهم وتزينت بثقافته العربية، فحملوا لواء نشرها وبذلوا في سبيلها الغالي والنفيس.
والعلاقات بين العرب والأفارقة قديمة جدا، فقد كانت الصلة بين سكان شبه الجزيرة العربية وإفريقيا ميسورة وسهلة. التنقل في ذاك الوقت ليس صعبا، كان التنقل بسهولة، أن يتنقل الإنسان من مكان إلى مكان حيث شاء أو حيث أراد، ليس كأيامنا هذه هنالك قيودات للتنقل والانتشار. وعن طريق باب المندب وشبه جزيرة سيناء، وكانت السواحل المحيط الإفريقية والعربية تمثل نقاط تواصل مهمة بين المنطقتين. وفي وسط الصحراء كانت الإبل وسيلة التواصل البري مع جنوب الصحراء وشمالها، فقامت الصلات بحكم الجوار والالتصاق الجغرافي وبحكم التنقل والهجرات المتبادلة على مر العصور. كان هنالك هجرات إلى الجزيرة العربية من إفريقيا، وكذلك من الجزيرة العربية إلى إفريقيا. كلمة إفريقيا لا تعني بما يسمى الآن القارة الإفريقية، إنما كانت تعتبر إفريقيا هي بداية هي تونس، سميت إفريقيا بلاد إفريقيا هكذا. أما هنالك ما يسمى بلاد السودان وبلاد الحبشة وبلاد البيجة وبلاد الزنج. فكانت هنالك علاقات تجارية بين هذه الشعوب قبل الإسلام، وكسب العيش أو الاستطلاع الجغرافي للأماكن المجاورة. وكلما جاء العربي ورحل إلى مكان ما استقر، وكانت لهم حضارات، وخاصة الذين جاءوا من اليمن بعد انهيار سد مأرب. وتلك الهجرات التي أجبروا عليها لأسباب طبيعية. حسن هنالك تقاتل بين القبائل العربية، منهم من فر بجلده إلى إفريقيا أو إلى ساحل إفريقيا، وبذلك تعمقت علاقة العرب قبل الإسلام بمواطن إفريقيا. وتلك الهجرات التي أجبروا عليها لأسباب طبيعية، الجفاف الذي كان يضرب الجزيرة العربية، لذلك كانت هناك ما يسمى رحلتي الشتاء والصيف. ونتيجة للصراعات السياسية والفتن والثورات الداخلية التي شهدتها بلادهم. والعرب بطبعهم يحبون التنقل والترحال، وقد ظهرت النتائج الإيجابية لهذا التنقل بعد ظهور الإسلام، فقد ازدادت رحلاتهم وكبرت مهمتهم، بحيث تعدت المصالح التجارية إلى نشر الإسلام. بعد ما دخل الإسلام في إفريقيا هنالك حصل تنقل كبير لنشر الإسلام ونشر الدين الإسلامي في أقصى في إفريقيا إلى نشر الإسلام وثقافته العربية. وكان للعرب الأثر البالغ في شتى مناحي الحياة الإفريقية، سواء السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية أو الثقافية. أولا، الهجرات العربية إلى إفريقيا قبل الإسلام متى كانت؟ إن الهجرات العربية من جزيرة العرب إلى القارة الإفريقية منقلة في القدم، قديمة قبل الإسلام، تعود في بداياتها إلى ما قبل الميلاد، إذ كان الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا الأثر الكبير في جعلها قبلة للعديد من الهجرات العربية على مر العصور منذ آلاف السنين. وهنالك أقوال تشير إلى أن الهجرات العربية إلى القارة الإفريقية بدأت منذ الألف الرابع قبل الميلاد على أقل تقدير. هذه كلها بحوث كتبت عن تواجد العرب في إفريقيا. وإن العرب اكتفوا في الفترة السابقة لظهور الإسلام بالاستقرار المؤقت على الساحل الإفريقي، ولم يحاولوا التوقل في الداخل، مكتفين بإنشاء المراكز التجارية
لتصدير تراب الذهب والعاج وريش النعام والرقيق الذين يحملونه إلى الدولتين الفارسية والرومانية اللتين كانتا تلحان في طلبهما هذا قبل الإسلام. إذن فإن هجرة القبائل العربية إلى إفريقيا قديمة، حيث قدم العرب إلى إفريقيا في دفعات متعددة، وإن بعض القبائل العربية تبطن هذه الأرض قبل وصول الإسلام إلى المنطقة، كقبيلة سنهاجة الموجودة في شمال إفريقيا وبطونها التي خضعت لحكم الرومان فترة من الزمن، وتزاوجت وتصاهرت مع سكان المنطقة مثل البربر وخاصة الطوارق. وقد استمرت هذه الهجرات العربية آلاف السنين، وانتشر العرب في مساحات واسعة من العالم، وذلك عبر هجرات متتابعة في فترة ما قبل التاريخ، فوصلوا إلى إفريقيا وغيرها من بلاد العالم. وكانت آخر الموجات البشرية العربية الجماعية التي هاجرت من الجزيرة العربية نحو إفريقيا تلك التي حدثت بعد تصدع سد مأرب العظيم في القرن الثالث الميلادي في بلاد سبأ في اليمن حسب رواية حمزة الأسفاني، والتي كانت منها القبائل اليمنية التي ما زالت تحتفظ بأصولها وأنسابها ولغاتها في شرق أفريقيا. ومما تقدم يتضح لنا أن مرحلة الهجرة والتواصل العربي الإفريقي على هيئة الأفراد وجماعات قديمة، ولا شك أنها بدأت في عصور ما قبل التاريخ، وتأثرت بعوامل منها عوامل الجوار والاقتصاد والثقافة. وإلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رأينا الهجرات العربية التي نزحت إلى بلاد إفريقيا قبل الإسلام، والآن نقف مع الهجرات العربية في عهد الإسلام، وهذه قصة الصحابة رضوان الله عليهم حينما هاجروا إلى الحبشة من مكة بعد بعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة فرارا من اضطهاد قريش، وذلك بناء على توجيه من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وذلك يعني أن المسلمين الأوائل مثل السابقين عليهم كانوا يدخلون إلى إفريقيا ويخرجون منها عن طريق موانيها الشرقية. يعني كانت هنالك قبل الإسلام علاقات، والعرب يعرفون إفريقيا، يعرفون الحبشة، ويعرفون كل الدول اللي كان موجودة حوالينهم، فمنها بلاد الحبشة عن طريق موانئها الشرقية. وهذا دليل آخر بدوره يدل على أن أفريقيا كانت معروفة للمسلمين ولم تكن مجهولة لهم. فإن القبائل العربية بدأت تنحدر من شبه الجزيرة العربية متجهة صوب إفريقيا منذ النصف الثاني من القرن الأول الهجري بعد فتح مصر على يد سيدنا عمرو بن العاص. فهاجرت عند ذلك أكثر القبائل العربية إلى القطر المصري، ولم يتوقف هذا التيار العربي المسلم المتدفق حتى القرن الخامس الهجري تقريبا. إن الأمر الذي لا شك فيه أن الصلات العربية الإفريقية كانت قائمة لا تنقطع قبل الإسلام،
وعندما ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي أدى ذلك إلى ازدياد وشائج الاتصال العربي الإفريقي، لأن الإسلام أمد العرب بسياج ديني وفكري ساعدهم على خلق وحدة وطنية وازدهار نهضة ثقافية. ومنذ البدء صار الإسلام الركيزة الأساسية للثقافة العربية الجديدة في إفريقيا، كما أصبحت اللغة العربية لغة القرآن الكريم حاضنة الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. وتحت راية الإسلام خرج العرب صوب الشرق والغرب والشمال لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. إذن هذه العوامل هي التي فرضت وجود الأدب العربي وانتشار اللغة العربية بين أوساط القبائل والأهالي الأفريقية. ويلاحظ أن العرب تجمعوا في أول الأمر في وطن واحد هو مصر، التي هي نقطة الانطلاق الثانية للمهاجرين. مصر فتحت على يد سيدنا عمرو بن العاص، فقد تبعت هذه الهجرة هجرات أخرى قد تغير الأحوال نحو شرق إفريقيا. توجه فريق آخر إلى وسط أفريقيا حصل انتشار للمسلمين بعد أن فتحوا مصر ونشروا الإسلام في غربها وشرقها وجنوب الصحراء، ما يعرف بجنوب الصحراء. وما هي أثر الهجرات العربية إلى إفريقيا جنوب الصحراء؟ القبائل العربية بقيت على مغربة من الحكام والولاة في مصر حتى النصف الثاني من العصر العباسي، حين فقدت هذه القبائل امتيازاتها التقليدية، الأمر الذي سبب الهجرة الثانية للعرب. فنزح خلال تلك المدة أكثر القبائل العربية إلى ريف مصر، ولأول مرة تقطع الدولة عنهم العطاء وتفرض عليهم الخراج حتى يجتهدوا في نشر الدين الإسلامي. وهاجرت القبائل العربية خاصة من ربيعة وجهينة وبطونها مطلع القرن التاسع الميلادي، وتدفقت هجرات عربية نحو السودان وادي النيل وبلاد البجة وإريتريا والحبشة. ولم يكن سبب هجرة هذه القبائل العربية هذه المرة بحثا عن الثراء والتجارة أو المراعي الخضراء، وإنما هروبا من ضغط أمراء الخلافة في مصر، حيث كان من الأسباب الرئيسة ما قام به الخليفة المعتصم من إسقاط أسماء العرب من ديوان العطاء بمصر وقطع الرواتب عنهم وتشجيع سياسة الاعتماد على الجند الأثراك. وكان للعرب والمسلمين الأثر البالغ في قيام الممالك الإسلامية في إفريقيا، مع أن هذا الكلام فيه بعض الشيء، لكن هؤلاء الناس هم كان الذين نشروا الإسلام في شرق إفريقيا وغربها حتى كان له شأن عظيم. أولا من الممالك التي قامت في جنوب الصحراء مملكة كانم، أدى التفاعل التجاري والثقافي بين إفريقيا الشمالية والوسطى إلى بروز عدة ممالك إسلامية، كما سنرى هنالك ممالك بما يسمى بلاد الطراز الإسلامي على شرق إفريقيا. كذلك في جنوب الصحراء ظهرت ممالك عدة منها مملكة كانم الإسلامية، ولعبت هذه الممالك دورا هاما في ترسيخ قواعد التواصل الحضاري وازدهار التجارة والمعاملات، كما أسهمت في نشر الثقافة العربية والإسلامية. وكلمة كانم وهي قبيلة الآن موجودة في بلاد التشاد، قبيلة أو يسمونهم الكانمبو نسبة إلى منطقة كانم، وهذه سلطنة، وهذه قبيلة كان قبيلة موقلة في القدم كقبيلة الزقاوة التي كانت لها أيضا ممالك. ورد اسم كانم
أو إقليم كانم في المصادر العربية، فقد ذكر ياقوت الحموي أن كانم بكسر النون من بلاد البربر بأقصى المغرب في بلاد السودان، وقيل كانم صنف من السودان، يعني كانت معروفة. ياقوت الحموي قديم مؤرخ إسلامي زار هذه المنطقة وتعرف بها وكتب عنها في كتاب. صنف من السودان، وفي زماننا هذا شاعر بمراكش المغرب يقال له الكانمي، مشهود له بالإجادة ولم أسمع من شعره ولا أعرف. هذا ياقوت الحموي. وقال البكري بين زويلة وبلاد كانم 40 مرحلة، وهم وراء صحراء من بلاد زويلة، ويزعمون أن هناك قوما من بني أمية صاروا إليها عند محنتهم ببني العباس، وهم على زي العرب وأحوال، يعني هؤلاء يشبهون العرب في مناطق اسمها منطقة كانم في جنوب الصحراء إفريقيا في دولة تشاد الآن. وأما ابن سعيد المقربي فيذكر إن كانم موصوفة بالخصب وكثرة الخيرات، وبها طيور وحيوانات تعيش في البحيرة، ما يسمى الآن برضو ببحيرة تشاد. ومن مدن كانم المشهورة مانان، وعرضها 13 درجة، وفي شرقيها وجنوبها قاعدة كانام، حيث الطول 53 درجة والعرض 9 دقائق، وفيها سلطان الكانم المشهور بالجهاد وأفعاله في كتاب جغرافية العالم. وأما اليعقوبي ذكر كانم في قوله: وأما السودان الذين غربوا وسلكوا نحو المغرب فإنهم قطعوا البلاد فصارت عدة ممالك، فأول ممالكهم الزقاوة، وهم النازلون بالموضع الذي يقال له كانم، ومنازلهم من أخصاص القصب، وليسوا بأصحاب مدن، ويسمى ملكهم كاركه. ومن الزقاوة صنف يقال لهم الحوضا، ولهم ملك هو من الزقاوة، ثم مملكة أخرى يقال لها ملل، وهم يبادون صاحب كانم، ويسمى ملكهم ميوسي. وأما شريف الإدريسي فذكر في كتابه كانم عندما تحدث عن الأقاليم، ذكر مملكة كانم عندما تحدث عن الأقاليم. الإدريسي له كتاب اسمه الأقاليم. ففي الإقليم الأول يذكر المدن المشهورة قائلا: من المدن المشهورة كوقا وكوكو وتملل وزقاوة وانجمي. فأما مدينة كوقا فإنها مدينة على ضفة البحر الحلو وفي شماله، ومنه شرب أهلها بما يسمى نهر شاري. ومن السودان من يجعلها من بلاد كانم، وهي مدينة عامرة لا سور لها، وبها تجارات وأعمال وصنائع يصرفون. يتضح من ذلك أن ما يعرف في إقليم كانم عند الجغرافيين المسلمين العرب هو المنطقة الواقعة ما بين بحيرة تشاد وإقليم النوبة شرقا، ومن صحراء زويلة وفزان. فزان هذه موجودة في شمال قبائل الفزان في شمال تشاد مع الحدود الليبية شمالا إلى القابات جنوبا، وأن الإقليم حتى الآن ظل يحمل اسمه كواحد من أقاليم جمهورية تشاد، ويقع شمال غرب من العاصمة إنجمينا. تقع مملكة كانم حول ضفاف بحيرة تشاد كما ذكرنا، وقد توسعت حتى شملت منطقة وداي شرق تشاد والمناطق الواقعة إلى الغرب من بحيرة تشاد، والتي تعرف قديما بإقليم بورنو. وهذه قبيلة البورنو قبيلة وامتد سلطانها
إلى أراضي قانا ومالي. قال عنها أحد الغربيين: كانت في القرون الوسطى، يعني هذه المنطقة، أستاذة الحضارة السودانية، وكانت تدين بالإسلام وتكتب بالحرف العربي. يعني إذن الحرف العربي وجد في هذه المنطقة قبل الإسلام. استطاعت أن تغزو وتفتح وتضيف إلى رقعتها في كل اتجاه. هذه مملكة كانم بلغت من الشرق حتى وادي النيل الأوسط، وتحكمت بذلك في طريق القوافل التجارية التي تربط السودان الغربي بالشرق الأوسط. وامتدت رقعتها شمالا، فتحكمت في الطريق التجاري إلى فزان، وأثرت بسلطانها العريض على التجارة في المنطقة أجمع. كما تدل الدراسات حول بحيرة تشاد على ظهور كيانات سياسية واجتماعية وحضارية كان لها وجود في تلك المنطقة منذ 5000 سنة قبل الميلاد. إلى حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي